السلام عليكم. وصلني كده والله كده كان مقطع من شوية. في واحدة عرة كده عمالة تجيب في سيرتي يمين وشمال، وإن أنا حد اشتراني بالفلوس، وإن أنا مش عارف إيه. ما أنا لما بتباع كنت سبت نفسي ليكم يعني. أنا لما لقيت وضع غلط سبتكم ومشيت. إيه الجديد يعني؟ ماشي. طالعة عمالة تهرتل رأي عام رأي عام رأي عام رأي عام، وهو رأي عام أصلا مش شايفك أساسا ولا أنت في حساباته يعني. منتهى الكذب ومنتهى التبلي. زمان اصله عمل، اصله طلع مش عارف، انا اسف في اللفظ يعني، عرس لواحد عشان سنه. لا والله انا طلعت ادافع عن امه، وسنته عندي متشاله محطوطه مستنياه وقت ما عاوزها ارميها له على الجزم. يعني خلاص يعني. طالعه بتتكلمي وتقولي راي عام بيطبل ومش عارف ايه، وانا كنت طبلت لك لا مؤاخذه. اصل راي عام قعد كام سنه مستني داعمين يدعموه ومحدش دعمه، وكل اتحصل عليهم 2000 جنيه. الله، هو انا كنت بجري ورا الداعمين ولا ما حدش دعمني؟ يعني اختاري منطق عشان امشي معاكي فيه. طب هات لنا اسم واحده من الداعمين، هم خمسه سته اللي في المربع بتاعنا معروفين يعني. جميل جميل. آه. مين فيهم دعمني؟ مين فيهم اصلا قلت له ادخل عندي؟ مين فيهم تواصلت معاه اصلا؟ ممكن تجيب لنا واحده بس منهم؟ اذكر لنا واحده واحده بس. مفيش. مش هتقدر تطلعي حاجه. زمان كنت بتكذبي على الناس عشان تبرئي حد معين. رأي عام كان بره الصراع دوت ومشي وركن وخد جنب، سبتوه في حاله. قعدتوا اكتر من سنة ونص بتتناولوه بتشتموه باوسخ الشتايم، وتركبوا له صور وتقلبوا له الدنيا، وعملتوا ما يتعمل. كل اللي ما يعمل عملتوه. كان رأي عام عبرك، كان اخرك معاه منتدى، لانك انت في نظري ما تسويش اكتر من كده والله. انت ولا الشخص التاني اخركم معاه سطرين. جميل. طلعتي كدبتي. دلوقتي بتقولي اصل اليتيمه كان جايبها سلطان وكان جايبها عوامي. الله، هو مش كان رأي عام اللي جايبها؟ مش اليتيمه دي احنا كانت من تأليفنا؟ بعد كده طلعت اصل واحده من صحباته، بعد كده اصل هو عارفها، بعد كده اصل مش عارف ايه. لا اصلا مش مراته. يا شيخ اتكسف على ذنبك، ده انا اقسم بجلاله الله صور كاتبه كتابه عندي. يا بنت الكسفي الكسفي يخرب بيك كده. انت مستحمله نفسك ازاي من كل الكذب ده؟ كل ده عشان تثبتي للناس انك انت صح؟ مش عيب يا ماما انك انت تغلطي والله؟ العيب انك انت تكملي على الغلط. مش عيب والله، كلنا بنغلط، ما انا اتخدعت في نفس الشخص. ايه المشكله يعني؟ بس عادي بتحصل. ايه مشكلتي؟ وطلعت قلت للناس انا اسف ليكوا وانا بره الحوارات. مفيش مشكله يعني، بتحصل وارد. وقلنا الميديا فضحوا. زمان قلت اصل راي عم اجر واحده هو سلطان، دلوقتي بقى سلطان والعوام. بسم الله ما شاء الله. يعني انا مش والله انا كل ما ببص على الصور اللي عندي اقسم بعز جلاله الله بضحك. بضحك من اللي انت بتقوليه. لما اجي ابص على الشتات القديمه بضحك، حرفيا بضحك. يعني ايه كميه الكذب ده؟ انت مستحمله نفسك ازاي كده؟ يا نهار اسود. ده الواحد لو كذب كذبه، وفي النادر، لان الواحد يعني والله كان دايما ابويا يقولها لي، يقول لي من وانا صغير كده، يقول لي اوعى تكذب، وشك بيحمر وبيبان عليك. وانا اصلا بطبيعتي بكره الكذب. ما انا لو كنت عايز اكمل في كذب كنت كملت على كل اللي انتوا بتقولوه. طلعتي نكرتي حاجات كتير، طلعتي كدبتي. من ضمنها المحاضر، من ضمنها صفحه رقم 3. لا مفيش الكلام ده. وفي الاخر امك اللي كانت جايبه لك الورق. يعني انا مش فاهم، طلعتي كدبت امك نفسها. فبطلي بقى اللي انت عايشه فيه ده. بطلي مشاكلك، حليها بعيد عننا. ماله راي عام؟ راي عام اصله جاله هديه. اصل راي عام عن الاغنيه. طب بمناسبه الاغنيه، راي عام مكلم حماده جابر على الاغنيه من يوم 7 اكتوبر. من يوم ما دخلت المسابقه معاهم وكسبت 1000 جنيه، كان اول مره حسيت باحراج. يعتبر قيمه المسابقه في اغنيه. ولا الست قالت لي اعمل لي اغنيه، ولا طلبت، ولا كانت تعرف، وكانت تعبانه. انا قلت اعملها مفاجاه. الاغنيه لسه واصلها اول امبارح بالليل. العمره جايه لي من 5 6 ايام قبل الاغنيه، وقبل الحوار بتاع الاغنيه، وقبل الكلام ده كله.
في بث وشنكوتي. انت طالعه بتكدبي على مين؟ انت طالعه بتكدبي على مين؟ انا مستغرب والله، مستغرب الناس عمالين يطلبوا ليك تحت. ما يجيبوا القديم بتاعك والجديد. شوف انت غيرت كام تغيير، شوف انت قلت كام كلام وعكسه. ده انا يا بنتي يعني الواحد يجيب لك 500,000 حاجه وعكسها. يا نهار اسود. ده انا كنت بس عند سلطان من 3 اسابيع تقريبا او اسبوعين، جبنا بس الحاجات اللي انت كدبت فيها في شهر بتاع القضيه بس بتاعت البورسعيدي. حدث ولا حرج. اهدي كده على نفسك وشيلي راي عام من دماغك كده ونضفي كده دماغك، يمكن ربنا يكرمك. يعني احنا النهارده الاغنيه دي كنت مكلم فيها احمد جابر من يوم 7 اكتوبر، النهارده 25 اكتوبر، انا كسبان العمره ما كملتش 6 ايام. ايه؟ ايه بقى؟ ايه؟ هتخترع ايه وتكذبي ايه؟ لا اصل هو الناس مطلعان بالفلوس، اصل واخده اغنيه بالفلوس. احنا اللي دافع قيمه الاغنيه. ويا ستي ايه اللي مزعلك ان نطلع عمره؟ مش فاهم. ايه اللي مزعلك؟ هو راي عام طلب عمره؟ راي عام ما طلبش عمره. انا راي عام اتفاجئ زي الناس، والناس كانت بتبارك لي زيهم. هو انا على تواصل بدل؟ لا مش على تواصل مع دلال. ويا ستي مزعله نفسك ليه؟ دلال طلعت لي عمره وادت لي فلوس قبل العمره، وهتديني فلوس اثناء العمره وبعد العمره، ومدياني بصي مدياني مليون جنيه، قالت لي شبرق نفسك بيهم واعمل نفسك تجاره. ليك عندي حاجه؟ تعباكي في ايه بقى؟ تعباكي في ايه دلال؟ انت مشكلتك في دلال؟ تعباكي في ايه؟ بتتكلمي عن الاغنيه احنا اللي نزلت لك دي، احنا قعدنا 3 ايام عقبال ما عملت 400 500 مشاهده ولا 600 مشاهده. بسم الله ما شاء الله، البنت ربنا محبب فيها خلقه. الاغنيه نزلت، روحي بص عليها تلاقي عامله 1100 وحاجه تقريبا. بتتكلمي انت في ايه؟ ده حب الناس. ولا الست قالت لي اعمل، ولا خد اعمل لي، ولا خد اديني، ولا تعرف حاجه اصلا، والست تعبانه عالم بيها ربنا، ربنا يشفيها ويتم بشفاها على خير يا رب. ايه بقى مشكلتك؟ ايه مشكلتك مع راي عام؟ انه ما بيعبركيش وما بيجيبش سيرتك؟ مش فاهم. روح حل نصايبك، روح حل فضايحك اللي الطرف التاني كل شويه عمال يطلعها لك، روح حل النصايب اللي انت فيها. مالك ومن راي عام؟ تروح وتلف وتيجي وتقول لك راي عام، تروح تلف واللي بيطلعين عليها بسات راي عام. ايه يا ستي؟ ايه راي عام؟ ده عامل لك حظر من قديم الازل من على حسابه الشخصي على الفيسبوك. راي عام عامل لك حظر على اليوتيوب من كل قنواتك القديمه. ايه راي عام يعمل لك ايه؟ يعني راي عام شايطك. ايه مطلوب بقى منه؟ راي عام تعبك في ايه؟ مش فاهم. هعمل عمره؟ لا ده مش هيبقوا عمره والله، ده هيبقوا 11 عمره ليا ولغيري. مرضيه كده؟ اهو بقى ربنا كاتب لها ان تاخد الثواب ده. انا ما كانش في دماغي اطلع عمره، بس ربنا اراد. ايه هتعترضي على ربنا كمان ولا ايه؟ مش فاهم. حاجه قذره كده، واحده فاضيه طالعه عماله تجيب يمين في شمال في زيت في عبيد. يعني انا والله لا يا اصله ما كانش متجوز، ده كانوا مأجرينها. وابص على الصور عندي بتاع كاتب كتاب اضحك على خيبتك القويه. طالعه بتكدبي بتكدبي بتكدبي. ايه ده؟ ايه ده؟ ده انت لو من كانت آلية الشر والنقمة عند التتار ما كنتش هتعملي كده والله. ايه ده؟ يخرب بيتك. رأي عام، رأي عام، رأي عام. اصلا اديت له يا ستي رأي عام، ده لم اداني مليون جنيه غير العمر. ليك عندي حاجة؟ ربنا قرب بقى. ليك انت عندي حاجة؟ اللي بتدوني منعيه، واللي اديتوني قبل كده خديه اطلبيه كده قدام الناس. مرضية؟ حاجة غريبة. واحد تاني برضو يعني حضرت حوار المصاريف اللي هي قالت لا ده مش مراته واتنصب عليهم بكذا كذا كذا، وترجع تقول لي سنه ب 1000 جنيه. دي انا اقول لها ايه والنبي؟ يعني اللي اداني لبنكين خلص منهم بنك ولسه التاني ما زال لحد دلوقتي مشاكلي معاه، وتيجي تقول لك لا اصل كانوا مأجرينها، لا اصل هي اكتشفت الحقيقه، اصل كانت حد معرفه. كل ده اتقال في بساتك وكل ده انا سحب. هيبقى شكلك ايه لما واحد يطلعه؟ اتلمي كده من ناحيه راي عام وخليكي في حالك، وروحي شوفي خيباتك بعيد عني. مش فاهم. ايه ده؟ كل عشان عملت اغنيه؟ طب يا ستي ايه رايك بقى الجزء وعد مني، وعد مني الجزء الثاني برضه على حسابي لدلال. مرضيه انت كده؟ حلو.
ديك عندي ايه بقى عشان تحكمي فيا؟ لا اصل لو عاملاها بفلوسها، لا ده عاملاها بفلوسي مش بفلوسها. الست كتر خيرها فلوسها بقى اللي خدتها منها. في اسبوع كسبت، والله كسبت الضعف. كسبت 850 جنيه في اسبوع، ال 1000 جنيه اللي خدتها في المسابقه. مرضيه؟ حلال عليها يا ست، انا بقى هعمل لها كل اسبوعين مهرجان. ديك عندي حاجه؟ شاركتي؟ ايه حاجه غريبه والله، ما شفتش كده في الدنيا. ايه ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. على الصبح واحد يصحى يصطبح، هنصلي الجمعه والمفروض بنشغل الصبح كده كذا صوره وبنقضي يومنا، بسم الله ما شاء الله واحد يطلع يصطبح بيكي حاجه ما يعلم بها الا ربنا يعني. يعني الواحد المفروض بيقوم من النوم بيشغل سوره الكهف، بعد كده سوره الواقعه للرزق. انت بسم الله ما شاء الله الواحد قايم مصطبح بيكي، يعني الصباح قفلتيه اليوم على الصبح. روحي حلي مشاكلك والخيبه اللي انت فيها. جايه تتكلمي عن راي عام؟ روحي حلي مشاكلك، شوفي الناس اللي معاك على صراع، رايحه ماسكه راي عام. دلال، ام سنكوحي، مش عارف هنا العوجه. يا ستي فوقي لنفسك، خليكي في المربع اللي انت فيه، شوفي مين اللي بيحاربك واطلعي رد عليه. مش ناس اصلا مش شايفاكي. حول ولا قوه الا بالله. على الصبح طالعه ما تهرتل، اصل راي عام، اصل تشقلب. طب انا يا ستي انا عايز تاني هاتيلي اسم واحده بس من الداعمين انا ذكرتها عندي في قناتي بخير ولا بشر، او حاولت اتواصل معاها او كلمتها. هم 5 6 7 معروفين، مش اكتر من كده، معروفين بالاسم. ها، اولهم دلال اللي هي القديمه بتاعت الكويت. مفيش يعني راي عام، ولا راح حكها ولا راح اتنيل. منين بتقولي راي عام بيحكها وقعد عمره كله يحكها، وفي نفس الوقت بتقولي كله طلع بيه من اليوتيوب بتاع 2000 جنيه؟ انت نفسك اللي بتقولي. يعني طب انا اصدقك ازاي؟ طب ارد على انهم فيهم انه بيجري ورا الداعمين؟ ما فيش واحد يجري ورا الداعمين هيطلع مع مظلتي ملتي يعني، ولا ايه؟ ولا حاجه كده يعني. استباحه بسم الله ما شاء الله، حاجه زفت الزفت يعني. الواحد يشوفك كده على الصبح وتطلع بتتكلمي عليه وبتتنمري مش عاجبك. الست عملت اغنيه على قد مجهودي، ايه اللي مزعلك؟ يا ست انا عامل لها 1000 اغنيه، الست ما جابتليش هديه؟ لا دي بتصرف عليا. مرضيه انت كده؟ ايه حجتك؟ يا ست ادتني مليون جنيه، قالت لي برشق نفسك انت وعيلتك. ايه اللي مزعلك؟ يومك زي الزفت على الصبح، حاجه زفت. السلام عليكم يا جماعه. ايه ده؟